اختيار السودان كدولة تحكم بالحديد والنار من قبل الجنجويد والإمارات خيار خاطئ 100%، والأيام ستثبت ذلك. إنه السودانيين لا يمكن أن تحكموا بالحديد والنار. لو اجتمع الكون كله، هسه مجتمع الكون كله ضدهم، وبني جلدتهم مجتمعين ضدهم، وقيادات الجيش مجتمعين ضد الشعوب السودانية كمان. لأنه في قلب الشعب السوداني ثورة مشتعلة ولن تنطفئ إلا أن يستقيم أمر هذا البلد، وستستمر الثورة بإذنه تعالى. كل الناس أصابهم الإحباط عشان تسقط الروح الثورية في الوجدان، ما بتسقط في القلب، في القلب، وسيظل. يبقى الجنجويد مستحيل تدين لهم السودان، مستحيل، ده ما ممكن يحصل أصلا. الآن يقاتل الصف الأول في البنية السودانية وهو الجيش. الجيش اللي هو ما صبح صباح وإلا وصفوه بأنه ده جيش كرتي وجيش الكيزان، ومفهوم القصة، فاهمين الموضوع. إحنا السودانيين ما جهال، عارفين الجيش ده فيه منو قيادته، منو الكوز ومنو ما الكوز. الناس اللي عايشين معانا عارفين الموضوع كله. وصف الجيش بالكيزان هذا شعار رفعته الإمارات وتبنوه الجهلاء من غير وعي. أي جيش هو كيزان؟ منو في السودان؟ أي زول لو قال الجيش السوداني قيادته ما فيها كيزان، إحنا السودانيين كلهم عارفين إنه أبسط السودان. ما موضوع إحنا محتاجين نتكلم فيه كثير يعني. تعال شوف الحاجة الجاياك. انتهى الصف الأول بقاتل الجيش وسيظل يقاتل، لكن هسه عندك المقاومة الشعبية. إذا الجيش ده انتهزم كله خلينا نطلع الجيش برا من المعادلة. المقاومة الشعبية دي حسي بدوا الناس يعدلوا أسلحتهم ليها عشان يهزموها، لكن ما بتحصل. هتكلم لك عن بعد ده شوية، وكلم لك حربنا مع الإمارات عديل. الموضوع ما خلص، تاخذ اتجاه تاني. ياسر عرمان والبابا وكل الجماعة المساكين ديل، الأولاد ديل، استعجلتوا بخفة عقلكم وما عارفين أصل المعركة دي ومبتدا ومنتهى، ولا فاهمين الميكانيزم بتاعت الحرب دي والوراء شنو والدارين يتحقق شنو منها. ما عارفينه لأنكم قصار نظر سياسي ومتكبرين في نفس الوقت. ما دارين تقعدوا عشان تسمعوا من الناس عشان يساعدوكم تطلعوا لبر الأمان. بننصح فيكم صباحا مساء. شوف ناس اللي لو رضخوا للجنجويد، الشباب مستحيل يرضخ. ليش شباب ما بيرضخ؟ شباب ما بخاف؟ شباب ما بيرضخ. الشباب ده عنده عهود. الشباب ده عنده عهود مع الشهيد مضوي، الشهيد شعرية، وأهلهم الكرام جميعهم، وكل شهداء السودان في هذه الثورة. هذه الأرواح تنادي شباب الجزيرة وشباب السودان أن يقفوا في أدب المقاومة الشعبية والشعب المسلح الذي تحدث عنها البروف قديما. والميديا مليانة بالمدعين، والله قلنا وقلنا، شواهد عندنا والتواريخ عندنا قاعدة، والمسائل دي من سنين تكلموا فيها، لأنه المركز كان فاهم إنه الحاجة هتنتهي فيها مآل، وشرحنا الموضوع ده وشاهدنا الميديا دي ما من الجنة ساكت. وليعلم العالم إنه السودان ثورة لا تموت، والسودان وطن لا يهزم. فليعلم الجميع صغارا وكبارا. يا ياسر، العالم كله يتضامن مع حرائر السودان إلا أنتم. كل العالم، الأجانب اللي ما عندهم علاقة بالسودان أصلا، يتضامن مع حرائر السودان.